مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. رغم تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي وتعهده مجددا بعدم التراجع ومواصلة الإصلاح، يرى مراقبون أن هذه المهمة التي أعلن عنها تلبية لمطالب المتظاهرين باتت تواجه صعوبات حقيقية، أهمها غياب الآليات الجديدة والفعالة التي يعتمد عليها في تطبيق تعهداته، خاصة مع بروز خلافات ومعارضة من داخل ائتلافه، وهو ما عبر عنه في تصريحاته الأخيرة. آليات العبادي في تنفيذ الإصلاح محور حلقة اليوم من برنامج بالعراقي، نناقشه مع الضيوف الكرام: هشام السهيل عضو مجلس النواب عن دولة القانون، محمد جميل المياحي عضو في ائتلاف المواطن، الدكتور سعد العزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والدكتور نبيل وادي الأكاديمي والصحفي. مرحبا بالضيوف الكرام. أستاذ هشام، يعني الكثير من يعبر عن قلقه سواء كان من الوسط السياسي أو من الوسط الشعبي أن لا يمكن الحديث عن إصلاحات بنفس الأدوات، بنفس الوجوه، بنفس الأسماء. هل عبرتم عن قلقكم؟ كيف تنظرون إلى ضرورة الإصلاح بوجود آليات وأدوات جديدة؟ بالحقيقة شكرا لك ولقناة الحرة ولضيوفك الكرام. شكرا. الحقيقة موضوع الإصلاحات نحن منذ البداية أعلنا تأييدنا الكامل لموضوع إصلاحات السيد العبادي، وهناك إجماع تقريبا على تأييد هذا الإصلاح في وقت عندما بدأت الإصلاحات في أول حزمة لها. وهذه الإصلاحات كان المفروض أن تكون متسارعة أكثر. صح، الإصلاحات الحقيقية يجب أن تنضج وتدرس من جميع النواحي كي لا ترافقها أخطاء، ولكن ظرف العراق الحالي ظرف مختلف. كثير من السياسيين لديهم أوضاعهم الخاصة ولديهم أطماعهم ولديهم قضايا أخرى، وبالتالي من المحتمل أن يعارضوا هذه الإصلاحات، أو القسم أعلنوا صراحة معارضتهم للإصلاحات. بعد فترة، بعد ما عبرت الحزمة الأولى، كان هناك تعبير من بعض الأخوة السياسيين ورؤساء كتل وإلى آخره. ونحن من البداية ذكرنا للسيد العبادي أن هذه الإصلاحات مهمة والمفروض أن تتوسع بها، وهذه الإصلاحات لا زالت دون الطموح الذي يطمح له المواطن العراقي. ولكن المؤسف أن هذه الإصلاحات بدأت تتعثر بعد فترة، ولحد هذه اللحظة لا نعرف حقيقة السبب الرئيسي لتعثر هذه الإصلاحات. يعني مثلا عندما بدأ بالإصلاحات في إقالة وزراء ودمج وزارات وإعفاء نواب رئيس وزراء، وكل هذه نحن معه بالتأكيد، ومع دمج الوزارات، وأنا لا يمكن في يوم من الأيام أن أصوت ضد دمج الوزارات، ضد فصل الوزارات، لأن هناك محاولات لإعادة فصلها مرة أخرى. نعم. لكن كل هذه يفترض أن تتبع بقوانين. الوزارات موجودة بقانون، الوزراء تم التصويت عليهم داخل مجلس النواب، وبالتالي إقالة الوزير ودمج الوزارة يجب أن يكون عبر مجلس النواب. هذه القوانين اليوم وزارة الصحة فرضا مع البيئة دمجت، وزارة الصحة لديها قانون خاص بها، وأيضا البيئة لديها قانون. كيف ندمج هذين القانونين؟ يفترض أنه صار إلى تشريع قانون جديد اللي هو قانون الصحة وقانون للبيئة، وتندمج في وزارة واحدة. هذه المشكلة وين تكمن؟ نعم. بكل صراحة هذه تكمن في بعض المستشارين للسيد رئيس الوزراء. طيب. للمؤسف نعم. أنه بعض هؤلاء لم يطلعوا السيد رئيس وزراء أنه هذه مخالفة للقوانين. طيب. واضحة وصريحة. يعني قضية المستشارين أريد أتحدث عنها في جزء آخر من البرنامج، لأنها أيضا قضية يعني مثيرة لتساؤل الكثيرين، لأن هناك يعني من يثني على العبادي أنه اختار هذه المرة مستشارين تكنوقراط، لكن لحد الآن لا نعرف الآليات. عملية الإصلاح في العراق تحتاج إلى آليات جديدة، لكن بنفس الوقت تحتاج إلى أشخاص وتحتاج إلى تنازلات من أجل أن يخرجوا. طيلة الفترة الماضية من عمل في تلك الوزارات ولم تحقق نجاحا، فلماذا يعني هناك ثمة إصرار من بعض التيارات والأحزاب على التمسك بقياداتها التي يرى الكثير منها أنها أخفقت في الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم وللضيوف الكرام وأيضا لمشاهدي الحرة. واقعا موضوعة الإصلاح، وهناك لغط كبير في موضوعة الإصلاح، وهناك كثير من التصريحات والتشنجات السياسية وربما مواقف
متباينة للكتل السياسية. علينا أن نتفق ماذا نريد أن نحقق بالعراق. نحن في المجلس الأعلى منذ 6 سنوات ونحن لدينا ربما فجوة بيننا وبين إخواننا في دولة القانون، بسبب كنا نرى يجب أن تكون هناك إصلاحات في الدولة، أن الدولة تسير في منعطفات خطيرة، ودفعنا ضريبة كبيرة لأننا كنا ننتقد ولم نشترك في الحكومة السابقة، وكنا نعارض سياسات نعتقد أنها خاطئة. عرضنا سياسات وعرضنا أدوات ربما هي ساهمت في فشل وإرباك العملية السياسية وإرباك الدولة. ماذا تقصدون بالأدوات لو تسمح؟ يعني أدوات السيئة الأدوات التي هي في مواقع مهمة في الدولة حزبنت مؤسسات الدولة. ربما تجد كثير من المؤسسات الحيوية كان هيئات لكن مستقلة. الآن الأدوات أنتم راضين عليها اللي أنتم هسه مساهمين بها. نعم، احنا اليوم القيادات الكبرى عندكم. نعم، احنا أولا إذا نحكي اليوم عن المجلس الأعلى عندنا 3 وزارات. أول شخصية وربما السيد العبادي يسمعنا ويعرف جيدا، السيد الحكيم قال له وبضرس القاطع ابدأ بوزاراتنا. أي وزير أنت ما عاجبك، عندك ملاحظات عليه، عندك إشكالات، مو كفو، لا سمح الله عنده أشياء، ابدأ بينا واحنا نكون ضحية وقابلين تغير اي وزير بينا. انا قصدي ليش اختاريتوا هاي الادوات نفسها اذا انتم ما راضين على سياسات الفتره الماضيه؟ ليش هذه؟ اولا احنا كمجلس اعلى ما مشتركين بالحكومه السابقه، اعطينا افضل رجالات. نعم. يعني باقر جبر صولاغ اخذ مجموعه وزارات. نعم، وهل المجرب الجيد لا يجرب مره اخرى؟ اكو فرق بين المجرب السيد والمجرب. وهل انتهى العراق نعم، لا هل انتهى العراق من تكنوقراط وشخصيات؟ نعم، يعني انت يمكن اليوم تمتدح بباقر بس غيرك يمكن مقتنع به. انا شخصيا انت شخصيا انا دا احكي عن انطينا على مستوى دكتور عادل، انطينا على مستوى السيد بيان جبر، انطينا على مستوى الاستاذ عبد الحسين عبد نعم. انطيني اي ملف، اي خلل، اي شيء بالضد منهم. ايديهم بيضاء، خادمين الناس. نعم، ربما وجهة نظر عندك لكنكم تدعمون التكنوقراط في حال ظهروا اسماء غير حزبيه. ما عندنا مشكله، احنا ناس مو حزبيين وعندنا مشروع لبناء الدوله. شكرا جزيلا استاذ محمد. يعني دكتور، يعني البعض يصف عملية الإصلاح وتحديدا كتاب وسياسيين ومنهم جاسم الحلفي، يقول عملية الإصلاح كمثلث يشكل المتظاهرون أحد أضلاعه الثلاث، والضلع الآخر هو المرجعية الدينية في النجف، أما الضلع الثالث فهو رئيس الوزراء، ويقول أنه الضلع الخفيف الضعيف في المثلث. ما تعليقك على هذا الوصف؟ ابتداء تحية لك للضيوف الكرام والمشاهدين قناة الحرة. حقيقة هو وصف دقيق جدا، لأن كل عملية تحتاج إلى تأسيس. نعم. والتأسيس هذا بالمؤسسات. من الذي دفع إلى أن نطالب بالإصلاح كعراقيين ككل؟ اللي دفع ما يعني المواطن من سوء في الخدمات، من تعثر في الجانب الأمني، من خروقات أمنية كبيرة، من عدم إنجاز على الجبهات رغم التضحيات الكبيرة يقدمها الجيش والشرطة والحشد وإلى آخره. وبالتالي وصل المواطن إلى حد لم يعد يطيق الحالة، أو حد عدم يعني الحالة لا يطاق تدفع إلى الثورة. ولهذا احنا نسميها بالفكر الماركسي حالة البؤس. لكن كما تذهب الماركسية حالة البؤس لوحدها غير كافية للثورة، وإنما تحتاج إلى الوعي. فاندمج الوعي لدى الشعب مع تردي الأوضاع، فأدى إلى المطالبة بالإصلاح وخرجت عبر المظاهرات. المرجعية رأت أن مطالب المتظاهرين صحيحة 100%، خصوصا هي ليست غائبة عن المجتمع، لأن المرجعية هي مؤسسة خلينا نقول عليه اجتماعية بالدرجة الأساس، ولها مجساتها ولها علاقاتها مع الناس. نعم. وربما تلتقي وتحصل على المعلومات من أبسط مواطن إلى أكبر مواطن. ولهذا لاحظنا احتكفت المرجعية في فترة من الفترات بعدم استقبال من هم في مستوى المسؤولية إن كان درجة مسؤوليته، لأنه كانت غير راضية على الأداء اللي تقوم به الحكومة في ذلك الوقت. خرجت المظاهرات حظت بالدعم الكبير، ولحد خطبة الجمعة الأخيرة واضحة بينة ضرورة القضاء على الفساد. إذن صار هنالك ضلعين كاملين كما ذهب الحلفي. الحقيقة الجماهير تطالب، هذا مطلب شعبي، مرجعية دينية لها صوت معلق. وكان الضلع الثالث بقى الضلع الثالث. نعم. الضلع الثالث منذ بداية الإصلاح الحقيقة اللي هو رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. نعم. يقدم رجل ويؤخر رجل أخرى. لا أعرف بالضبط لماذا هذا التردد، مع العلم يعني أراد. لكنك تعرف في فترة سابقة أنت في هذا البرنامج أشرت أنه قد يكون هنالك هواجس له من حلفائه. هذا بالتأكيد مقربيه، لأن الإصلاح يطول الكل. هذا الإصلاح يحتاج إلى آليات اللي هو محور الحلقة.
الآليات بدأ يستخدمها السيد رئيس الوزراء بشكل صحيح وبشكل دقيق. ما هي أهم الآليات برأيك؟ أهم الآليات أن يكون جريء باتخاذ القرار، لأن الإصلاح يحتاج إلى جرأة. غير غير الإجراء أن يكون هنالك مؤسسات بمعناها العام، مو بمعنى المؤسسي، بمعنى أنا لا أستطيع أن أنصح مؤسسة أن تصلح نفسها وهي مدخومة بالفاسدين وبالفساد. لابد أن تكون هنالك هيئة نزيهة طيب يتم تعيينها من قبل رئاسة الوزراء نعم للإشراف وإدارة نعم المؤسسة التي تحتوي على خلل. اكشف الخلل فاذهب إلى القرار لاتخاذه بالتعاون مع المؤسسات، السلطة التشريعية، السلطة القضائية إلى آخره. شكرا دكتور على التوضيح. إذن محاولة من الدكتور إلى توضيح قضية المثلث ما بين المتظاهرين ورئيس الوزراء والمرجعية. هناك من يجد دكتور نبيل أن الجدية في الإصلاحات موجودة فقط في النية، لكن الخطوات لا تعتمد فقط على خطابات رنانة واتهامات، وبالفترة الأخيرة زادت عملية الاتهامات للمقربين. الناس بدأوا يعني عندما نستمع لهم يقولون هذا يدلل على ضعفه ولا يدلل على قوته وجرأته. رئيس الوزراء يعني. نعم. شكرا أستاذ أيمان، شكرا للضيوف، شكرا للحرة. الفترة التي طلب من العبادي فيها أن يتخذ الإصلاحات أو قرارات الإصلاحات متأخرة جدا. بعد أن استفحل الفساد تكونت بؤر شديدة لتغييب إرادة الناس. تحولت الكتل إلى مداميك من الصعب زحزحتها، وبالتالي أصبح على العبادي أما أن يقرر قرار ثوري أو أن يستسلم أو أن ينسحب. أمام الخيارات الثلاثة إذا انسحب هذا خيار يعني شخصي يمكن يعد مثلبة عليه. إذا اصطدم سيحطم. العبادي إذا اصطدم بالكتل السياسية سيحطم، لا بل مجرد أنه اتخذ قرارات يعني في حزمة الإصلاحات الأولى تم إعداد، احنا نسميها مؤامرة، تم الإعداد مؤامرة لسحقه تماما. دكتور والسبب نبيل، في ذلك دكتور نبيل، نعم. ممثلي هذه الكتل التي تحاول أن تلمح أو تصرح بها موجودين، اثنيناتهم أشاروا إلى دعم العبادي، يعني مثل ما قال الأستاذ محمد. صحيح. اي يعني هذه العموميات يمكن ما بين التصريح وما بين حياكة احنا بنسميها مؤامرة، خلينا نسميها مجازيا مؤامرة. يعني التصريح سهل، ولكن يعني قيادة العملية في المطبخ السياسي خارج دائرة الإعلام موضوع آخر. بس هو بدأ يعني يصرح، وهناك من يتوقع أنه سيصرح بالأسماء في الفترة القادمة. عملية التصريح بالأسماء هي ليست في قضية واضحة أمام الجمهور وأمام الإعلام. طيب دكتور نبيل، لكن لو تسمح لي، أنا آسف لمقاطعتك، خلينا أيضا نتحدث بالآليات. يعني ما هي أهمية الآليات بهذه المرحلة، وهل الآليات هي التي تضفي الجدية في عملية الإصلاحات؟ لو تسمح لي بعد الفاصل نناقش هذا الموضوع تحديدا. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائنا المشاهدين، وتنفيذ الإصلاح وأهمية وجود آليات. دكتور نبيل، يعني تحدثنا في الجزء الأول عن ضرورة وجود آليات، تساءلنا مع الدكتور سعدي عن أهم هذه الآليات، ونكرر السؤال من خلالكم: كيف تجدون أهمية وجود هذه الآليات؟ وهل تقتصر فقط على الأشخاص والقوانين والتشريعات والمؤسسات، أم نحتاج إلى آليات أخرى لتنفيذها على أرض الواقع؟ الآليات متوفرة وموجودة، واللي يتكلم في جزء كبير من، خلينا نفترض 90% منها موجودة، باستثناء قرار رئيس الوزراء بإعفاء نواب رئيس الجمهورية. كلها يعني آليات واضحة وقانونية جدا. لكن أكو قضية أخرى، أنت تعرف أن السنوات الماضية أوجدت بيئة جميلة جدا، مو جميلة، بيئة سيئة جدا لبناء مؤسسات فساد كبرى. هذه المؤسسات وصلت إلى مرحلة من الصعب جدا اقتلاعها. يعني قضية صراع وجود ما بين
القوانين الإصلاح أو حزمة الإصلاح وما بين هذه الكتل اللي الآن استفحلت في المؤسسة السياسية، ومن الصعب اقتلاعها بالوسائل المعروفة والآليات المعروفة. يعني من الصعب أنت تجد هذه وسائل تقليدية تحتاج إلى عملية ثورية جذرية. بالضبط. لأنه أنت إذا ما تحصل الآن التفويض السلمي، أنا أتكلم هذا ولا أدعو إلى العنف، لكن التفويض السلمي يعني كمن يقول قل للص احلف فيقول جاءك الفرج. يعني ليس هناك ضغط حقيقي، يعني الضغط الحقيقي على الكتل ورؤساء الكتل وممثلي الكتل المؤثرة بحيث ممكن أن ينسحب من العملية السياسية دون أن يحاسب لاحقا بعد ما تجري الإصلاحات. وحتى أكو انتقاد لإحالات على التقاعد، يعني هناك من يشير أن عدد من المسؤولين الآن تم إحالتهم، وضباط تم إحالتهم على التقاعد، البعض اعتبرها تكريم. هو تبدو بالنسبة للجماهير الآن المتظاهرين تبدو أشبه بالتكريم. ألا تجد أن ثمة خيبة؟ الآن يعني أنا أضرب لك مثال. الآن أصدقائي الآن في داخل هذه الجلسة تبدو العلاقة بينهما في قمة الروعة والشفافية ويعني الانسجام، ولكن عندما تراها في الإعلام تجد وكأنما هناك حرب ضروس وشديدة بين طرفي، بين كتلة دولة يعني القانون وبين مجلس الأعلى. الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية. هذا لا يفسد للود قضية عندما تكون وجهات النظر مرتبطة بقضايا شرعية، يعني بالشرعية. أما إذا كانت وجهات النظر قائمة على أسس خاطئة. أنت تقول الإسناد، يعني ماذا يحتاج العبادي من إسناد غير المرجعية؟ المرجعية إسنادها كبير جدا. العبادي توفر للإسناد، لكن الآليات لا تنفذ بها، لا يمكن تنفيذها. الآليات الشرعية الآن لا يمكن تنفيذها. نعم. لأنه أكو قوى ستتضرر بقوة من هذه الإصلاحات، وهذه القوة لها وجود حقيقي. دكتور نبيل، أنت عممت كثيرا، سأناقشك فيما بعد مثل ما أشار أستاذ محمد. يقول يا ريت تشخص، لأنه نحن الآن لابد أن نتحدث بصراحة، فيما بعد سنناقش هذا الموضوع. أستاذ هشام، حقيقة الخطاب الأخير، المؤتمر الصحفي الأخير أثار الكثير من الجدل، والبعض اعتبره انقلاب واضح على دولة القانون، على حزب الدعوة، قاعد الضرورة، وهذا الوصف هناك من أشار أنه وصف دقيق إلى المالكي. البذخ بالأموال، المقربين، الفساد، الحمايات لشخصيات معينة دون أن يحدد أسماءها، لكن يبدو أن الجماهير عرفت هذه الأسماء. كيف تنظر، وهل تعتبر هذا المؤتمر الصحفي بداية لخلاف حقيقي وشرخ في دولة القانون؟ الحقيقة موضوع قاعدة الضرورة هذا الموضوع لن يتكرر بعد عام 2003. لا يمكن أن يكون هناك قاعدة ضرورة، الوضع قد تغير، نحن نعيش اليوم في ديمقراطية. إذن هو أخطأ الوصف؟ خليني أكملك. موضوع القاعدة الضرورة اللي تحدث به السيد رئيس الوزراء، أرسل رسالة لكل أعضاء دولة القانون أن الموضوع القاعدة الضرورة كانت جملة اعتراضية يقصد بها نظام البعث وصدام حسين بالذات. هذا ما ذكره إلى أعضاء مجلس النواب بالنص. ولذلك بعد ما بدأ وسائل الإعلام وأنتم اقتنعتم؟ بعد خليني أكمل لك. تفضل. بعد ما وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن هذا الموضوع، وكان الاتهام للسيد المالكي بشكل مباشر من قبل الإعلام، رأوا أنه دولة القانون أن يخرجوا ببيان يوضح الأمور، ويطلب من السيد رئيس الوزراء أن يوضح للإعلام أيضا ما هو كان المقصود في تصريحه. واللي ذكر أنه هو لم يقصد السيد المالكي، وبالتالي عليه أن يوضح لوسائل الإعلام. وين التوضيح؟ نحن ننتظر، لأنه هذا البيان اللي صدر من أعضاء مجلس النواب كان، أو من أعضاء مجلس النواب دولة القانون، بغض النظر بكل كتلها، بغض النظر عن قاعدة ضرورة، لكن تحدث عن تفاصيل أخرى. خلينا أكمل لك. ليس الموضوع كان في هذا البيان لن يمثل حزب الدعوة فقط، وإنما كل الكتل السياسية التي انضوت في دولة القانون مثلت في هذا البيان. يعني الموضوع، وأنا منهم، أنا مستقل رجل ليس من حزب الدعوة. هذا الموضوع البعض شعر أنه هذه ضربة لدولة القانون أو لزعيم دولة القانون، والبعض الآخر بدأ يشكك في الموضوع، وكاد أن يكون حقيقة مشكلة. ولكن بعد أن وضح السيد العبادي أنه لا يقصد السيد المالكي، انتهى الموضوع وانتهى بصدور بيان. أستاذ هشام، يعني خلينا نتحدث بصراحة. يعني هو لم يؤكد فقط في قضية قاعدة ضرورة، هو تحدث عن سياسة خاطئة طيلة الفترة الماضية. خليني أقول لك. تفضل.
عدت هذا الموضوع او هذا المقطع نعم يمكن فد 20 مره، نعم. ردت اتاكد مو انه احنا عندنا فعلا هواي. يوحي لانه ما مقصود السيد المالكي. بكل صراحه اقول لك لا، ما موجود. يعني شنو؟ ما موجود انه كان يقصد صدام حسين، ولكن ما ذكر السيد العبادي الى دوله القانون انه هو يقصد صدام حسين ولا يقصد السيد المالكي. خلاص انتهى أنا الموضوع. رأيك بالحديث الآخر بالتفاصيل على سياسات خاطئة. نعم. وبذخ وانتخابات. شو لها علاقة الانتخابات بصدام حسين؟ وهذه انتخابات واضحة. أنا نقلت لك بالتفصيل ما جرى. أنا أقول هل حصل شرخ؟ هل هذا بداية حصول شرخ في دولة القانون بصراحة؟ لا شوف، موضوع شرخ بالشكل اللي تتصوره أو تشظي دولة القانون لا يمكن. نعم. طالما موجود زعيم دولة القانون. نعم. والأغلبية تؤمن بزعيم دولة القانون في هذا الموضوع، لذلك لا يمكن أن يحصل شرخ. شكرا جزيلا أستاذ هشام. يعني أستاذ محمد، هذا المؤتمر الصحفي الكثير من نظر له من زوايا متعددة. هناك من قال أنه خرج من صمته، هناك من قال أنه أخذ تفويضا من جهات عليا، جاء من أمريكا محملا بقوة وتحدث بشكل صريح هذه المرة، ومن المحتمل أن يذكر الأسماء بمسمياتها في الأسابيع القادمة. هناك من يقول أيضا أن أمريكا أعطتها الضوء الأخضر. قراءتكم؟ يعني احنا صراحة واضحين في المجلس الأعلى كائتلاف المواطن، لا نعول على تشظي دولة القانون ولا نقبل يعني قوة العملية السياسية عندما تكون دولة القانون والكتل السياسية هي موحدة. اليوم عندما نشاهد هناك فجوة، نعم، عندما يكون هناك فجوة اليوم وإرباك داخل دولة القانون، أعتقد ستضر بالعملية السياسية كثيرا. الآن سيد رئيس الوزراء يعني هناك قلق كبير من كل الكتل السياسية. خلينا نتحدث بصراحة، هل هذه الإصلاحات إصلاحات السيد العبادي أم إصلاحات العراق؟ نعم. هل السيد العبادي جاء من المريخ وسيكون هو سوبرمان العراق ويحقق كل الإصلاح؟ نعتقد اليوم إذا ما كان الجميع مشترك في الإصلاح، ونحن في المجلس الأعلى قدمنا ورقة للسيد رئيس الوزراء وقدمنا للكتل السياسية السياسة الإصلاحية، الإجراءات الإصلاحية التي نحتاجها. نحتاج على مستوى التشريع، على مستوى التنفيذ، على مستوى القضاء، على مستوى العلاقات الخارجية. هي مو قضية استعراضات إعلامية. العراق ملل من الاستعراضات، ملل من الاتهامات المتبادلة، يعني ولو كلفني حياتي وأستقيل وهذه الأشياء اليوم ما أعتقد اليوم مجدية. اليوم على مستوى التظاهرات نتكلم، أول أسبوعين أو ثلاثة كلها تهتف للعبادي، آخر 3 أسابيع تهتف ضد العبادي. ليش؟ الناس شعور بالخيبة. نعم، اليوم السيد العبادي هو مربك. القضية مو قضية أنا أتكلم بالإعلام ردنا فتح ملفات الفساد، مو تفتح لي الشارع ما يغني عن فتح ملفات الفساد. اليوم خلي ينطر رسالة طمئنان للقوى السياسية. ثلثين المواقع المهمة في الدولة اللي هي حزب الدعوة، خليه يبدأ بحزب الدعوة. حتى يقول شركائي، من هم الشركاء؟ ليش ما يسميهم؟ ليش هو اللي يظل يعمم ويتهم والآخرين يتهموا، ولا أنا كهمز ولمز، تعالوا خلينا نسحب الثقة منه، خلينا نطلعه من دولة القانون، وكو مفاتحات كثيرة وهناك من يحاول. نحن نعتقد اليوم فاتحوكم بصراحة. نعم، نحن رؤيتنا ثابتة بأن احنا واقفين مع السيد العبادي. نعتقد الصواب الحقيقي ومصلحة العراق يعني تحتم علينا أن نقف معه ونرشد عملية الإصلاح. أعتقد هذه التصريحات مرات تكون تصريحات انفعالية، هاي تضر بالعملية السياسية. مؤتمر صحفي لرئيس وزراء تقول عنه انفعالي، مؤتمر لم يهيئ له من قبل هذا العدد الكبير من نعتقد نعم، لحد الآن عندنا سوء استشارة في العراق مع الأسف الشديد. وعندنا خلل كبير حتى يعني تعتقد أنه أخفق في هذه الكلمات؟ يعني احنا مو أخفق، هو يقدر المصلحة، لكن أنا أجي اليوم أتهم الآخرين وفقط في الإعلام. عندي قضاء، عندي وسائل. ألا تتوقعون أنه أطالكم أيضا؟ يعني حاول أن يلمح. ما عندنا شيء نخاف من عده، وجود شخصيات لديها حمايات. لا احنا ما عندنا شيء نخاف. ما عندكم شخصية عندها فوج حماية؟ كل الملفات. رئيس المجلس الأعلى. رئيس المجلس الأعلى هو جزء من حمايته هذا الفوج، 40 شخصية داخل هذا الفوج. نتكلم بصراحة، ليش خايفين؟ نعم. فوج المنطقة الرئاسية هو يحمي منطقة. نعم. اللي هي تمتد من الدورة للجادرية للبعيثة. يعني اكو استعداد عن التنازل عنها؟ تنازلنا وراحوا تهيكل الفوج اكو واحد اعترض من عندنا. احنا ما نخاف من شيء، ما عندنا شيء نخاف عليه. تعال. لكن هناك من يقول يعني الكرادة ومناطق ورئاسية وقصور، هذه القضية. هذه قصور من رئاسة الجمهورية. نعم. خلي يروح يفتحها. ليش جاي بعض؟ طيب. شكرا جزيلا أستاذ محمد. دكتور، في ما يخص قضية
محاولة قراءة التصريحات الأخيرة لهذا المؤتمر، لأنه البعض يشير أنها بداية جديدة للعبادي، سواء كانت بداية مثل ما أشار الأستاذ محمد، قد تكون هذا المؤتمر بنوع من الانفعالية، وهنالك أستاذ هشام حاول أن يوضحها بمجموعة تسهيلات نقدر نقول، لكن قراءتكم أنتم متخصصين بهذا الجانب. يعني حقيقة أنا أحب أكون صادق دائما، لأنه ليست مرتبطا لا بكتلة ولا بحزب، وبالتالي أنا دائما أحاول أميل إلى الجانب الأكاديمي. لا أعتقد أن مؤتمر صحفي كما أشار الجناب قبل قليل هيئ له هذا العدد من الإعلاميين أن يخرج رئيس الوزراء منفعلا، يعني يفترض يكون مهيئا، وبالتالي قد استشار من استشار. إذا تعتقد أنه كان مهيئا لهذه الكلمات؟ يفترض، شنو مو يفترض. أنت قراءتك. لا، أنا قراءتي يفترض أن يكون مهيئ، لكن تقول لي إذا هو يتقصدها ويتقصد أشخاص معينين؟ يفترض هذا، ويفترض يكون، وإلا بمعنى سيكون يعمل بالفعل ورد الفعل، وهذا غير قادر على الإصلاح بصراحة. يعني الشخصية التي تعمل بالفعل ورد الفعل ما عادت تنفع في ظروف متردية مثل ظرف العراق الحالي. احنا عندنا إشكالية كبرى، عندنا إشكالية ثلث العراق محتل من داعش، عندنا شباب يموتون على الجبهة، عندنا نساء وأطفال مهجرة، عندنا عوائل متيتمة، عندنا ضائقة مالية شديدة على حفتاوية. لكن رئيس الوزراء يعترف بها ويقول أنها مخلفات الفترة السابقة. هذا مو عذر، واحنا نحن مع بس غير هو جزء من الفترة السابقة. هذا أيضا هو جزء من أنا هم نتكلم عن الفساد وكل الشعب مشخص الفساد، بس على مستوى المؤسسي من رئيس الوزراء فما دون ما يقولون وين الفاسد شنو ملفات الفساد. نتكلم عن إصلاح، بس إصلاح ماذا؟ نصلح الوظيفة. احنا لحد هذه اللحظه الحقيقه لم نباشر باي عمل اصلاحي سوى اعمال تقشفيه، وهذه قيلت في كثير من حلقات من على هذا المنبر حقيقه، منبر الحره، وفي برنامج جنابك الديره، يعني مختصين بالاقتصاد، مختصين بالسياسه، بعلم الاجتماع، قالوا لحد الان لم نلمس اي قرار اصلاحي بمعنى الاصلاح الاصلاح. الجماهير ايش تريد؟ تريد القضاء على الفساد وعلى هدر المال العام، مو على تقليل النفقات لان الميزانيه خاوية. دكتور، لكن قياديين هنا تحدثوا في هذا البرنامج قالوا عليهم ان ينظروا بزاويه التفاؤل لاصلاحات كثيره حصلت. سنحاول ان نتحدث عن هذه الاصلاحات التي حصلت مثل ما اشار قيادي حزب الدعوه في هذا البرنامج، لكن بعد الفاصل لو تسمح لي. اعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، آليات العبادي في تنفيذ الإصلاح. دكتور، أحب أذكرك يعني أن في برامج وحلقات سابقة كانوا قياديين هنا في حزب الدعوة يتحدثون عن أن الإصلاحات كبيرة وعليكم أن تتفائلوا أن الخطوات القادمة ستحمل بإصلاحات أخرى، والإصلاحات نتجت منها مثلا إقالة رؤساء جمهورية. من يفكر أن يقيل رؤساء الجمهورية ورئيس الوزراء؟ هناك أيضا عملية تخفيض للرواتب، هناك أيضا عملية متابعة للعديد من ملفات الفساد في الفترة الأخيرة. والله يستاهل عماد، أنا لا أعتقد هذا المقصود من حركة الجماهير ومن دعوة المرجعية. حركة الجماهير دعوة المرجعية مطالبتها بالإصلاح واضحة. هو القضاء على الفساد وإيقاف هدر المال العام، وبالتالي تقديم الخدمات للناس. طيب، إيقاف هدر المال مو حمايات النائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء كلهم طلعوا؟ هذا وجه بسيط. أنا معك، هذا وجه بسيط. بس ما زال المال العام يهدر. حتى في الحلقة التي جنابك تقول أن هنالك من عدد المنجزات، أحرجته بالسؤال: أليس دمج وزارتين التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ادت الى ارتفاع 50 مليار او كذا بالرواتب، لانه التعليم العالي لديه قانون. الان اكو لجان جايه تدرس هذا الموضوع، تدرس بعد موقع، يعني القرار خاطئ ما مدروس مسبقا. دمج وزير وليس وزراء، اللي صار دمج وزير. استاذ محمد يقول دمج، يعني تبقى الوزارتين. اذا لحد الان اذا هذه الاصلاحات تحتاج الى اليات. انتم تقولون انه الاليات قاصره، مو صحيح؟ نعم، انا اعتقد كلمه عبر عنها الاستاذ محمد والاستاذ الكريم الشيخ الجليل، قال احنا كنا جميع مشتركين بالسلطه، وهذا صحيح. فاذا على الشركاء ان يتعاونوا، لكن السؤال: هل قدم الشركاء خطوه نحو اصلاح ذاتهم؟ انا كمحايد، بمعنى هنالك من يمتلك وزارات، هناك من لديه قيادات، هل قدموا مثلا المراجعات
لوزاراتهم على هو العقود. انتقد على هذا الموضوع، واضح من تصريحاته الأخيرة يقول أني سأفقد أصدقائي وبدأت وأنا معه بهذا الشيء. نعم. بصراحة ترى احنا مو ضد الرجل، احنا ناخذ على ايده بان يقوم بخطوات جريئة لان كل الشعب وياه وكل لكن عملية الشكوى هذه ما تعطي انطباع وصورة أنه يعني لا يمكن أن يستمع العراقيون باستمرار إلى شكوى من أكبر سلطة بهكذا الشكل؟ بعلم النفس الاجتماعي تعبر عن ضعف. نعم. شكوى المسؤول من معيته بمعنى ضعيف، لانه ما الذي يجبرك ان تشكو ولديك القرار؟ لماذا لا تتخذ القرارات صائبه؟ ثم القرارات اتخذتها ولديك مستشارين، الا تعلم بان هذه القرارات تحتاج الى تشريع وانت الذي تقترح التشريعات، خصوصا ان الدستور العراقي اعطى للحكومه ان تكون المنفذ الاكبر لمقترحات القوانين، والسيد النائب قاعد يمكن يمارسها بشكل عملي. كل يعني مشاريع القانون تاتي عن طريق الحكومه. نعم. فانت من تصلح شيء قدم مشروعك وجيب خبرائك وقدمه. ثم لماذا لا استعين؟ نحن نهدر مليارات ونبحث عن مليارات ضائعه. لماذا لا استطيع ان استند الى مؤسسات علميه رزينه قادره، سواء كانت عراقيه عربيه او عالميه. طيب. وبالتالي ثم هل العراق يعني ليس لا يجد لديه خبراء يعني في كل الكتل انا اتكلم. طيب. وبالتالي الجميع يجب ان يشتركوا في هذا سؤال طرحه والدكتور نبيل يشاركنا به. هل يمكن ان تتقدم الكتل التي تقول انها تدعم الاصلاح تتقدم فعلا بتاكيداتها من خلال سحب مسؤوليها والتأكيد على أهمية إشراك خبراء يعيشون خارج العراق، خبراء مهنيين؟ هل فعلا يعني الكثير يتحدث بالإعلام يقولون نعم نحن مع هذه الخطوات، هل فعلا يستطيعون أن يبادروا؟ أنا متأكد أنه لن تقبل كتل بالتكنوقراط، لأنه التكنوقراط سوف يضع العجلة على السكة، وبالتالي عندما توضع العجلة على السكة بمعنى أنها سأكتشف ملفات فساد واضحة. هل تتوقع أن كتلة شاركت بالفساد لسنوات وسنوات ممكن أن تعرض وجودها للخطر؟ هل من الممكن، والآن الجماهير يعني وشوف أنت الشعارات ترفع الشعار القضاء وتعرف الشعارات بيت حاتم محمود وإلى آخره، هل تعتقد مثلا هناك من لا يشك أن القضاء فيه ثغرات واضحة وأنه ضعف القضاء أدى إلى انتشار الفساد؟ لكن أيضا المتابعين يشيرون هل يمكن التركيز على شخص واحد بإصلاح القضاء؟ يعني طبعاً. إذا طلع مدحت المحمود لا طبعاً. راح يصلح القضاء؟ لا طبعا، لا طبعا منظومة. لا صحيح. لكن واحنا دا نتحدث موضوع برنامجنا هي الآليات. لا احنا الآليات احنا لا نجيد التعامل مع الآليات، احنا بالعكس احنا نجيد مع الاشخاص الذين يرؤسون المؤسسات. احيانا شخص قوي يدير مؤسسه ما ان يزول تنهار المؤسسه، وهي معروفه يعني. نعم. يعني اليوم دوله القانون اذا ما تغير المالكي وصار شخص اخر، انا متاكد ما راح يلقى نفس الانصياع خلينا نسميه مثل ما يحدث الان. وكذلك بالنسبه لمح استاذ محمد، استاذ محمد ان ثم تحركات اليوم، وانا احاول اطرحها لكنه هي يمكن ما مستندة الى وثائق. ثم تحركات في دولة القانون، حديث عن وجود محاولة لسحب يعني البساط وسحب كل المؤشرات العبادي، كل المؤشرات فيما يخص العبادي ام فيما يخص دولة القانون؟ العبادي. إذا فيما يخص دولة القانون كل المؤشرات الإعلامية والسياسية والمتابعات تؤكد أنه هناك تمسك بهذا الشكل، شكل دولة القانون. بالنسبة للعبادي، العبادي أمامه يعني أكو نوايا لترشيح شخص آخر بدل العبادي بعد أن صارت هذه الشروخات بالفترة الأخيرة. الشخص المقبل الذي سيرشح لابد أن يتخذ قرار ثوري، قرار معتمد على تفويض من الجماهير، وإلا إذا اعتمد على الدستور نفسه بدون تعليقه، وإذا اعتمد على الموازنات الكتل السياسية مع بعضها والتسهيلات، فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئا. من سيكون مرشحا جديدا يجب أن يضع حياته على المحك، وهو حياته السياسية وهو قاله في أكثر من تصريح. هناك حديث في الشارع نناقشه بصراحة، حديث أن دولة القانون تنوي سحب البساط من العبادي وترشيح شخصية أخرى.
لا أنا لا أعتقد هناك شيء في داخل دولة القانون بهذا الاتجاه. الحديث أبداً. موجود لو لا؟ هذا مين طلع الحديث؟ هذا الحديث موجود في غالبية الكتل السياسية تتحدث بذلك، وأغلب حديث جانبي ليس فيه كثير من المصداقية أو هناك عمل حقيقي لهذا الموضوع، ما عدا يمكن كتلة واحدة أو كتلتين حسب معلوماتي تعمل بهذا الاتجاه. موضوع تغيير العبادي ليس بالسهل اليوم. موضوع العبادي ظرفنا صعب جدا. نحن نحارب داعش ولدينا أزمة اقتصادية كبيرة، وبالتالي التغيير بهذه السرعة أعتقد فيها نوع من المخاطرة بالوقت الحاضر. لا توجد خطوات لتشكيل أغلبية برلمانية لإزاحة العبادي؟ ليس موضوع، لا، الأغلبية بكل بساطة أن تتشكل في داخل مجلس النواب لإزاحة العبادي. يعني من دولة القانون قصدك؟ لا من الكتل الأخرى. ليست مشكلة هذه. تتحدث أنه هي مع الإصلاح. خليني أقول تفضل. هذه حقيقة. خليني أتحدث بكل صراحة. نعم. لا يمكن محاربة الفساد بوجود هذه السيطرة الكاملة من بعض الكتل السياسية على القرار الموجود في داخل الدولة العراقية. الدولة وليست الحكومة. من هي هذه الكتل؟ معروفة، الكتل اللي مشتركة بالسلطة كلها أغلبهم. أنا وياك نعرفها بس أريد الناس يعرفوها. كلهم يعرفون، ماكو أحد اللي مشتركين بالدولة كلهم معروفين. دولة القانون. أنا خليني أركز على القضية الأهم. نعم. خليني أركز على القضية الأهم، ليست هذه مهمة. نعم. بصراحة موضوع مكافحة الفساد هذه العملية اللي نادى بها السيد العبادي وكلنا أيدنا وكنا نتوقع أن يضرب بيد من حديد وكنا سنقف معه. لكن المشكلة اليوم الكبيرة الذي يجب على السيد العبادي أن ينتبه لها هو موضوع الفساد الموجود حالي والذي يساوي كل الذي جرى في السابق. نعم. هو موضوع بيع الدولار عن طريق البنك المركزي. اليوم البنك المركزي يبيع ما يساوي أكثر من ضعف ما يدخل العراق من أموال نتيجة بيع النفط. لذلك هذا الموضوع سيؤدي مستقبلا إلى انهاء الاحتياطي النقدي للعراق، وبالتالي سينهار اقتصاد العراق بأكمله. هذا الموضوع أستاذ هشام، خليني أكمل لك الفكرة. بس خليني أكمل لك الفكرة. أعرف راح تقول لي من دولة القانون. خليني أكمل لك. هذا إذا ما نضع له حد. نحن اليوم مخبوصين، نزلوا الرواتب، سووا كذا. نعم. هذا مو حل. الحل صعد شوية الدولار، خليه يوصل 150. احنا ايش نسوي؟ نبيع الدولار حتى يجينا دينار عراقي نوزع رواتب. نعم. بدل ما انزل رواتب الناس اصعد الرواتب شويه، اخلي يصعد الدولار، صح؟ يتاثر المواطنين لفتره ما الى ان يتحسن وضع النفط وارجع كما كنت. طيب. بدل ما ابيع الاف مليارات الدولارات. نعم. وبالتالي ساخسر اقتصاد البلد. طيب. موضوع تقول لي انه البنك المركزي يدار من دوله القانون. انا قصدي المؤسسات بشكل عام. خليني. السيد العبادي وهذا هو من قال، ليس أنا من أقول، يقول في كل إصلاحاتي وفي كل أعمالي لن أستشير أي كتلة سياسية وحتى دولة القانون. نعم. هذا هو يقول. طيب. ومع ذلك ما عندنا مشكلة. يا ريت اشتغل بوضعك ونحن داعمين. نعم. لكن قدم شيء خلينا نشوف. الكل أستاذ هشام اليوم الكل يقول يا ريت ونحن داعمين. هناك يعني من يعتقد أن وجود الزعامات السياسية والاجتماعية والدينية في بلد نطمح أن يكون بلدا متحضرا مدنيا يعتمد على التكنوقراط لابد من تقليل هذه الهيمنة. هل أنتم مع هذه الآراء؟ هناك توجه لتغيير الرأي العام. الرأي العام عندما خرج وطالب ملفين أساسيين اللي هو الفساد وله خدمات. الآن تغير الموضوع، والله زعامات، والله كتل سياسية، والله صراع بين مجلس النواب والحكومة. وكأن الموضوع الأساسي السنة الله أيضا في فصل الصيف عندما ناس بتظهر على الكهرباء والخدمات أيضا يطلعوا لهم شغلة جديدة. وهذا التسويف الرأي العام يعني أكو هناك ربما مختصين يعني يعملون على التأثير على الرأي العام وتغيير بوصلة الرأي العام، وهذا نعتقد شيء كبير. الإصلاح نحن نعتقد كمجلس الأعلى ونؤمن نجاح العبادي هو نجاحنا، وسنصفق للعبادي ونقف معه. ولحد الآن نحن السد المنيع اللي يقف بوجه من يحاول سحب الثقة من العبادي أو إضعاف العبادي. لكن أيضا العبادي عليه أن يعرف ليس هو وحده في الساحة. العبادي اليوم خرج ومن خلال القناة العراقية إصلاحات العبادي. اليوم حضرتك تقول آليات العبادي. هل العبادي بيده عصا سحرية يستطيع أن يحقق كل شيء؟ اليوم إصلاحات الحكومة نقول، آليات قانونية نتكلم عنها. هذا اللي نحتاجه. لدينا دستور يجب أن تكون يعني نعتقد تكون رؤية عليه أن
يكون له فريق. اليوم نظامنا ديمقراطي برلماني. طيب. اليوم البرلمان يتفق، ومن الناحيه الديمقراطيه انا قصدي على البرلمان، اريد اناقش عمل البرلمان. رايكم هل يمتلكون الاستقلاليه الوطنيه للعمل بحرص من اجل محاوله يعني تاكيد دورهم؟ لو تسمح لي انا اريد اناقش هذا الموضوع بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، وتنفيذ الإصلاح عبر آليات جديدة وضرورة وجود آليات جديدة. أستاذ محمد، يعني كنا نتحدث عن دور البرلمان، أهمية وجود نواب لكم ولأحزاب ولتيارات أخرى تحاول أن تكون هذه المرة تتمتع بالاستقلالية. يعني كثير من النواب تحدثوا هنا في هذا البرنامج بصراحة، قالوا نأخذ الأوامر من الزعامات بالتليفون، يجتمعون ويذهبون يجلسون في الكافتيريا، وبالاستراحة قال أستاذ هشام، قال فعلا في الدورات السابقة، لكن ثم تغيير بسيط في هذه الدورة. يعني اكو الان ايضا لغط كبير في موضوعات الاستقلال والتكنوقراط. يعني انا ما اعرف اليوم مثلا الدكتور عادل عبد المهدي، هل احد يعني يوم يستشكل بانه هو تكنوقراط؟ رجل مختص وخبير ولديه خبره كبيره واكاديمي، والله لانه بالمجلس الاعلى هذا ما اريده مثلا. يعني هذا ظلم كبير للشخصيات اللي جاهدت واللي تحملت واللي نعم. الان احنا مشكلتنا صراحه، يعني اليوم كربما ايضا دارس في العلوم السياسيه، واعتقد اكثر الاشياء اللي اثرت على العمليه السياسيه في العراق هي الصراع بين الحكومه ومجلس النواب. لحد هذه اللحظه الحلقه الاضعف في العراق هو مجلس النواب، وهو المفروض الحلقه الاولى، نظامنا برلماني. نعم. وهو النظام اللي تكون بيده السلطه. لحد الان شوف انت الحكومه السابقه، السيد المالكي كان عندما يتم استجواب وزير او الضغط على الحكومه يعتبرها مؤامره ويعترض وتصير مشاكل كبيره والصراع الكبير. يعني وزير ما يجي لقبه البرلمان. نعم. الان اختلف، هناك تطور ايجابي لحد هذه اللحظه، تطور ايجابي، وهناك نوع من التعاون. نعم، ربما السيد العبادي تحسس كثيرا من موضوع ورقه الاصلاح اللي انا اعتقدها ربما قرأت ورقة الإصلاح اللي قدمها مجلس النواب أكثر نضوجا من ورقة الإصلاح اللي قدمها السيد رئيس الوزراء، مع احترامي له. لذلك نعتقد اليوم إدامة التعاون بين مجلس النواب والحكومة سيحقق إصلاحات حقيقية وسيحقق استقرار كبير في العملية السياسية. مو مشكلتنا اليوم عن القرار شلون يجي، مشكلتنا اليوم خلينا نشوف احنا مجلس النواب ايش قد قدم قوانين، ايش قد قدم مشاريع قوانين، ايش قد ساعد الحكومة في ان تنجز اعمالها، ايش قد ساهم ايجابيا. شوف تصريحات اليوم. عندنا مؤسسات يجب ان تكون مستقله. رايكم باستقلاليه هذه المؤسسات؟ ما عندنا مؤسسات مستقله. الا نطالب باليات لاجل ان نحقق استقلاليه هذه بوجود مستقلين؟ نعم. يعني انت قلت الاستاذ هشام، انت قلت بان دوله القانون تستحوذ على مناصب هذه. اليوم مثلا احنا الهيئات المستقله 31 هيئه، 80% من هاي الهيئات هي الحزب الدعوه. شلون انا احقق اصلاح وحزب الدعوه؟ يعني مدراء العامون، ايضا وكلاء الوزارات، السفراء، كل الدرجات الخاصه. اليوم الاخوان هو في خلال 8 سنوات، مو دفاعا عن الدعوه. نعم. لكن هذه محاصصه لكل الكتل لا السياسيه. لا مو محاصصه، والكل ماخذ حصتها. انا لا اريد ان ادافع عن رئيس حزب الدعوه، موجوده بالارقام، موجوده بالارقام. عندنا 21 رئيس هيئه هم من ائتلاف دوله القانون، وهذا ظلم كبير للقوى السياسيه الاخرى. اليوم مثلا سيد انت اذا تطالبون بتكنوقراط لو لا محاصصه اخرى يعني لازم لا مو محاصصه. نعم. خلي يجي، ليش يجيب التكنوقراط؟ ليش الا من حزب الدعوه؟ اي بس هاي مشكله عندنا، اعترافكم لانه من حزب الدعوه، مو اعترافكم. خلي يجيب لي من اي واحد. اذا انتم توافقون على اختيار تكنوقراط، ما عندنا مشكله. طيب. اصلا بس يبقى قضيه واحده مثلا. نعم. اليوم السيد العبادي اهم موقع غيره اللي هو الامين عام مجلس الوزراء، وغيره لانه هو من ائتلاف دوله القانون. البديل شنو؟ ايضا جاب بالوكاله. مشكلتنا قضيه الوكاله يا اخي، والله دمار شامل هذا في العراق. هذه قضيه الوكاله. يعني دكتور، يتم الحديث الان على ضروره اصلاحات. الكل يريد ان تكون الاصلاحات بشكل سريع وآني، وهناك من يشير ان عمليه الاصلاح عليها ان تبدا بملاحقة ومحاكمة الفاسدين بآليات قضائية. فلذلك الجماهير تخرج اليوم تقول علينا تصحيح مسار القضاء الذي كان في يد زعماء معينين. هناك من يشير أهم خطوة هي عملية إصلاح القضاء وأيضا إنهاء هيمنة الزعامات. هذه حقيقة كبيرة. نعم. لأنه
من اكو فساد اذا اكو مفسد، ومن يحدد الفساد والمفسد غير القضاء، لان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته. لكن احنا القضاء في العراق حقيقه تجربتنا مريره معه منذ قبل 2005، منذ قبل الدستور لحد هذه اللحظه. احنا لحد الان دستوريا لم تصدر او نشكل المحكمه الاتحاديه العليا التي تكون مختصه بحسم الخلافات بين المؤسسات، يعني بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. اذا المحكمه الاتحاديه لم تشرع لحد الان، اذا كل عملها من 2005 لحد الان باعتقادي، وانا لست رجل قانون ولكن حقوقي، اعتقد باطله. يمكن اذا تستضيف متخصص بالقانون الاداري وبالقانون العام راح يستطيع ان يجيبك بشكل كبير جدا. انا كل ما اقرا انه بصدور الدستور انهيت المحكمه الاتحاديه العليا التي اسست في عهد بريمر وغيره. 2005 الدستور اجى وضع لي مؤسسه قضائيه لها فصل كامل على اعتبار الدستور هو الذي يضع المؤسسات ويضع صلاحياتها ويحدد علاقاتها. من شخص لي اراد ان نختار او نشكل قانون للمحكمه الاتحاديه العليا حتى تكون محكمه دستوريه. لم تتشكل لحد الان. اذا مجلس القضاء اللي يعمل الان هو ليس دستوريا. وبالتالي كل قرارات المحكمة الاتحادية تعد باطلة لأن ما عندها سند قانوني كهيئة كمؤسسة. ولهذا المواطن ترى من يقول إصلاح القضاء، قضاءنا لأن مسيس حقيقة، يعني يخضع إلى توجيهات السلطة التنفيذية لأن معين من قبل السلطة التنفيذية. شكرا دكتور على التوضيح. دكتور نبيل، يعني تحدثنا ويتحدث اليوم الناس على هذه الهيمنة، هيمنة زعامات، هيمنة شخصيات. هناك من يقول أن السيد السيستاني المرجعية تحاول أن تؤكد على أهمية بناء دولة كبيرة بتقليل هذه الهيمنة للزعامات. نعم، يعني أنت تعرف كل زين أنه يعني من خلال خطب المرجعية أو ممثلين المرجعية قالت بصراحة أضرب بيد من حديد. تمام؟ وهي أيضا مشخصة من هو الذي سيتعرض إلى الضرب. واضح، لأنه أيضا كما قال الأستاذ مؤسسة لها مجساتها. وعندما يذهب رئيس الوزراء إلى المرجعية سواء بممثلها أو سواء بالسيد السيستاني أكيد يشخصون له أين الخلل، ومشخص أيضا. يعني حقيقة جماهير أي واحد تسأله في ساحة التحرير يعرف الخلل، لأنه الآن ما أصبحت القضايا مغلقة. يعني اسأل أي واحد في الشارع في ساحة التحرير. شو تفيد المعرفة؟ شو تريد المعرفة؟ الآن هذا الضغط الكبير. يعني المتظاهرون هناك من يطالبهم اليوم، هناك من يطالبهم بوضع ورقة إصلاحات بآليات جديدة. أنا راح أشيل لك شغلة على المتظاهرين. الآن المتظاهرين يتعرضون إلى عملية إبعاد عن ساحة التحرير. يعني اليوم إذا المتظاهر الاعتيادي اللي ما عنده سيارة خاصة ينزل في سنك، المظاهرة الأخرى ينزل في قرب وزارة الصحة. يعني قصدك في قصدية مو العبادي يقول أني داعمتني هذه المظاهرات. بس هذا كلام. نعم. بس أنت من تجي، هو العبادي رئيس وزراء، المؤسسة الأمنية كلها تحت سيطرته. فأنت دا تلاحظ والجمهور دا يلاحظ أنه أنت حتى المظاهرات، وهذا أيضا يكشف يعني شيء خفي، انه حتى المظاهرات اللي يجون انت شاب وشايب وطفل وكبير والى اخره، الان دا يبعدون محطات نزول المتظاهرين عن ساحه التحرير. يعني من السنك نعم الى وزاره الصحه. طيب هناك من يشير بان طلبات المتظاهرين اخذت تكون غير واقعيه. استاذ محمد ايضا لمح لهذا هذا الموضوع. طيف واسع من الحاجات. طيف واسع من الحاجات. يعني انت الان تبدا من التربيه، من التعليم، من الصحة، من البيئة، من التكنولوجيا. يعني دعوة العبادي التخلي عن حزبه، يعني هو قالها بشكل صريح. يعني يمكن من الصعب. شوف سابقا شو يقولون؟ يقول نعم. أحد أخطاء سابقا أحد أخطاء عبد الكريم قاسم أنه لم يستند إلى حزب. صح لو غلط؟ نعم. هذا الكلام دائما لو كان قد استند إلى حزب لحماه من ثورة الشباب. بس كان مقرب للشيوعيين. مقرب للشيوعيين، يعني هو كان يعتبرونه على الشيوعيين. لكن فتك بالشيوعيين. فيما بعد ترك الشيوعيين. فتك بالشيوعيين. نعم سنة 61 بالضبط فتك بالشيوعيين. فالآن بافتراض أن العبادي يقرر الآن انسلاخ عن حزب الدعوة، يعني انسلاخ عن كم صوت الآن في حزب الدعوة في داخل مجلس النواب؟ هل هو دكتور نبيل، أنا آسف لمقاطعتك، هل فعلا توجد ثمة خطوات بهذا الاتجاه؟ وهل يعني أنتم كمستقلين ترون أن من الأصلح اليوم أن يكون رئيس الوزراء يعني يستخدم آلياته بعيدا عن هيمنة حزبه؟ شوف
ترى مو بس حزبيه، نتحدث عن حتى الآليات. الكتل السياسيه يفترض يبتعد عنها اذا اراد ينجح. وفعلا تخلونا انتم هيك اي رئيس وزراء، انا اتكلم كمستقل ليس له علاقه بالكتل السياسيه وبالاحزاب. لو اراد العبادي او اي شخص اخر يقود البلاد بوجود هذه السيطره من الاخوان الاحزاب والكتل السياسيه لا يمكن ان ينجح. هذا مختصر مفيد. هذا اتمنى على الكتل السياسيه ان يسمحون لاي شخص سواء العبادي او غيره ان يقود البلد. احنا نظل بالامنيات. انا بالبرنامج اريد اسمع في شخصيات تكنوقراط تقود هذا البلد وخلونا نشوف. مو الكل يتحدث هيك. انت قل لي بدوله القانون اكو هيك توجه؟ ما ادري، انا سالت مجلس الاعلى يقول احنا عندنا هيك توجه. احنا كل هذا ولا عندنا. زين اذا عندكم هيك توجه ليش ما تعيدون تعيدون النظر مثل ما اشار؟ ما عندنا مسؤوليه اصلا. ليش ما تعيدون النظر بهاي المؤسسات؟ الان من يربك العمليه السياسيه هو الصراع داخل دوله القانون. لا احنا ما عندنا يعني موضوع بينه وبين رئيس وزراء ابدا واضح. ليش مو اكو ارباط ايضا بالتحالف بشكل عام؟ التحالف انا قصدي يعني اشار استاذ محمد يقول تقريبا 80%، وانت تقريبا قلت مبالغه ب 80% من هذه الشخصيات تحكم هذه المؤسسات اللي عليها اشكالات كبيره جدا. هل لديكم خطوات بمراجعه هذه الاسماء وبروز اسماء اخرى من اجل ان تبدا الاليات بشكل صحيح؟ احنا كدوله قانون ما عندنا يعني الوزراء اغلبهم راحوا بالدمج يا اخويا، ما ضل. والمؤسسات المؤسسات ما عندنا يعني النزاهه مو من عندكم، البنك المركزي مو من عندكم. لا النزاهه مو من عندنا ولا شو اسمه. يقول مو من عندنا يعني. البنك المركزي طبعا شخصيه من دوله القانون موجود. نعم اي بس يعني قصدي هم بالوكاله بس الاختيار من وكالة يعني هم مقربين. هو جاي يدير امور. يعني وكاله ما يعتبر. نعم الوكاله هذا مجرد تمشية أعمال وقتية لحين اختيار. المفروض الآن يرسل لنا 10 سنوات الشخصيات التي يريدها كي نصوت عليها ويستلمون مناصبهم. هذا اللي احنا نريده. أنتم ما تريدون أن يتخذ خطوة بشكل سريع إلا بالرجوع إليكم؟ شوف الكل تريدهم يراجعهم، لكنه إذا كان خطواته صحيحة وخلصنا من الوكالات أخويا لا يستشيرنا، بس خلي يتفضل يكمل. شكرا. نتمنى أن تكون ثمة خطوات إيجابية حقيقية لإنقاذ البلاد. في نهاية حلقة اليوم أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ هشام السهيل عضو مجلس النواب عن دولة القانون، ومحمد جميل المياحي القيادي في ائتلاف المواطن، والدكتور سعد العزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والصحفي والأكاديمي الدكتور نبيل وادي. في نهاية حلقة اليوم أشكر الضيوف ونتابع حلقاتنا في الفترة القادمة.